ومغرق ايه في الزيت. تروح جاي بقى بسم الله. اقسم بالله بحس ان انا سحبت كده ورحت رايح الماكس او رحت اسكندريه عموما. صباح الفل عليكم. النهارده بقى جاي اعمل لكم الاكله المفضله عند كل الاسكندرانيه او السواحليه عموما، صينيه السردين الاصلي. اهو بص بقى الجمال. بص بقى صينيه السردين اللي هي ايه، من غير اي تاليف، تمام، اللي هي على الطريقه الاسكندراني الاصلي بتاعه الماكس. يلا بقى نشوف اسرع اكله في التاريخ. بص هنجيب بقى السردين ده، سردين بلدي تمام من بتاع الماكس بتاع اسكندريه، والفتره الجايه الموسم بتاعه. انا جايبه ايه مشكل كبير عشان فيه مبطرخ. انا بحب عامه الصغير خالص ده، بس انا لقيت الكبير مبطرخ فخدت ايه واحدتين كبار برضه. عامة في اسكندريه في المدن الساحليه مش بنقشره ولا بنفتح بطنه، بس ايه، انا هنا النهارده مقشره بس سايب بطنه سليمه. انت عايز تقشره وتفتح بطنه قول للراجل يقشره لك ويفتح لك بطنه. بنجيبه بنغسله ونجيب صينيه عادي جدا. اتفرج بقى على السهوله. شويه زيت وحط السردين، شويه كمون، شويه ملح، شويه شطه، شويه فلفل اخضر، وشويه توم، وليمون بقى كتير على قد ما تقدر، وشويه بقى زيت تاني. بس كده تخيلوا البساطه. وابتدي بقى ايه، حرك كله كده. اي حاجه تانية يا جماعه افتكاسات، افتكاسات صدقوني. هي دي الطريقه الاصلي بتاعت السواحليه. تمام. في بقى ناس تحط طماطم، يحطوا صلصه، يحطوا مش عارف ايه. يا جماعه والله مش بكتر التوابل. في ناس لما تحط ملح عشان ملح وكمون بس، ايه اللي هو ايه، يستعيبها يعني، اللي هو ايه، انا هحط ملح وكمون بس، فيروح حاطط مش عارف ايه وبابريكا وفلفل اسود. مش بكتر التوابل بتغطي على طعم السردين. انا عايزك تدوق طعم السردين وتتمزج كده ويضرب في دماغك، تمام، وتحس بيه. لكن هتداريه مش صح. دي معلمه. معاهم في النص شويه ليمون عشان نزوق بيه. طماطمايه كده في النص ايه عشان المنظر بس مش اكتر. بس يا معلم والله ما خدت دقيقه، 60 ثانيه. خش الفرن 10 دقايق، نار عاليه تحت فوق مش هتفرق. ولع الاتنين مع بعض تحت فوق، مهم نار عاليه لان هي كل اللي بتاخده 10 دقايق. السردين ما بياخدش سوا كتير. واضرب بقى وادعي لي. بص الجمال. ادي يا جماعه بعد ما طلعت من الفرن سردين يتاكل بالايد مع احترامي يعني. تمام. شويه عيش كده حلوين. كل ده كوم. شويه الزيت بقى اللي بيبقوا هنا دول. بص كده الزيت ده اللي بينزل من السردين كوم تاني خالص. ده يتعمل عليه قصص. اقسم بالله بحس ان انا سحبت كده ورحت رايح الماكس او رحت اسكندريه عموما. حاجه تحفه. طبعا يا جماعه بص، السردين الحجم الصغير ده خالص ده تمام. شيل الديل بس كده، وده بيتاكل كله كده اهو على بعضه. كبير طبعا شوكه هيبقى اجمد. بص بقى تعمل ايه. بص بقى زيت. تعالى تاني. بص الوش المحروق ده كده تاخده كده اهو اهو، واحده واحده. انا معاك واحده واحده ايه لحد ما تتعلم. تمام. تحط فلفل حامي اهو كام واحده كده. حته توم برضو. تروح جاي قافل كده ومغرق ايه في الزيت. اهم حاجه ايه الزيت ده، لان ده اللي فيه كل الشغل. تروح جاي بقى بسم الله. مم. مم. عايز بقى تنقل الموضوع ايه نقله زياده، تروح ضارب ايه طعمه بقى سردين. عايز تمزز الكلام تديها مزازه. طب ليه يا جماعه بقى بقول على السردين ده دايما ده بنج كلي؟ لان انت لو عندك ارق او مش عارف تنام كويس، اضرب لك صينيه السردين دي كده بشويه عيش، تمام، هتنام من 16 ل 24 ساعه على ضمانتي. هتنام نومه قاتله. هو بنج تمام. طب انا عايز اكسر حاجز ال 24 ساعه. عايز تكسر حاجز ال 24 ساعه يبقى ايه، هنضطر ندخل ايه معانا، ايه، البصله. هنضطر ندخل معانا البصلايه دي. تمام. تروح جايب بصلايه كده في عيشها كده اهو كده بقى. يبقى احنا ايه، كسرنا حاجز ال 24 ساعه. تروح جاي اعمل ايه كده بقى. يعني نفسي اوصل لكم احساسي
وانت في نهايه الصينيه دي بتبقى شايف الدنيا ازاي وحاسس انك عايز تنام ازاي، مش عارف، بس ممكن اقربها لكم يعني. تمام، هوريكم ببقى شايف الدنيا ازاي من عيني بس لما اخلص. يا جماعه، الواحد اكل واتملى على اخره. طبعا يا جماعه انا هقول لكم الاعراض اللي هتحصل لكم عشان ايه محدش يتخض. طبعا انت في الاول هتيجي ايه تبص كده تلاقي ايه المنظر معاك كده، شايف الحاجه كده بالظبط اهو. طبعا ايه ما تتخضش، ايه افرج عينك كده اهو، افرج عينك كده كويس. تمام، هتلاقي ايه عدلت معاك كده وظبطت. بس ايه بعد كده هتلاقي ايه المنظر كده. اول ما تلاقي بقى المنظر كده ايه استسلم، يلا استسلم وايه وتصبح على خير.